السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ تمام؟ يا رب تكونوا بخير. يا رب تكون في فيديوهاتي او كلامي على الاقل في حاجة مفيدة بالنسبة لكم، بتطلعوا بحاجة كويسة بتفهموها من كلامي، بتفهموها من القاء الفيديوهات، الحاجات دي احنا قبل كده اتكلمت عن الناس اللي زي حالاتي، التمريض واسلوبهم مع المرضى، والناس اللي بتيجي تعبانة وبتيجي متعصبة وبتيجي تزعق وبتيجي تشتم. يعني يعني مهما كان اللي بيروح مستشفى ده او بيكون معاه واحد مريض او ابنه مريض، شيء طبيعي طبعا. مفيش بعد الضنا او بعد الام والاب، الاخ الاهل مهما كان. تمام. اكيد طبعا بيبقى الواحد جاي من المستشفى او متوتر او قلقان او بيه او عليه، او مش عارف ابنه ماله، ابنه في سخونية، ابنه مش عارف ايه. انا اكيد طبعا هنعمل فيديوهات كتير جدا طبعا باذن الله الفترة الجاية، عن تدي تركب محلول ازاي، تدي حقن عضل ازاي، تدي حقن وريد ازاي، لو الطفل جاله سخونية بالليل وهو مثلا مفيش دكاترة او مفيش مستشفيات جنبك، تتصرف معاه ازاي، الحاجات دي كلها. بس هو ده الفترة دي بس انا مضغوط شوية، فمعلش حقك عليا. بس يا رب كده، انا مش طماع، انا كل اللي يشوف الفيديو بتاعي بس يعمل اشتراك ويعمل لايك، بس انا اكتر من كده مش عايز. لان لو في فعلا ناس شافت الفيديو ده زي الفيديو اللي قبله ومعمليش الاشتراك او اللايك ده، انا بصراحه مش هقول لكم هعمل ايه، بجد هعمل ايه؟ مش هعمل حاجه طبعا، حاجه ترجع لكم انتوا. انا ما اقدرش اعمل حاجه طبعا، انتوا على دماغي كلكم والله. إيه، بالنسبه لو اي حد ممرض، المريض اللي رايح لك المكان ده، المريض ده مش رايح علشان انت جاي تدي حقنه وريد او عضل، مش جاي تتعلم فيه. المريض ده إذا كنت أنت ما قدرتش حالة المريض ده، أو ما قدرتش حالة الإنسان ده، أو إن أنا جاي أديله حقن وريد أفضل بقى أشك مرة واتنين وتلاتة كأن المريض ده حفلة تجارب، ولا ما ينفعش خالص. المريض ده إذا ما كنتش أنت قادر تديله الحقنة وتريحه، أو بشكة واحدة، أو أنا عن نفسي مش شايف وريد ما شكش. من الاخر، المريض ده مش جاي عشان تتعلم فيه، المريض اصلا داخلك المكان انت طيب مش مستحمل حاجه. اذا كان عنده مغص كلوي، اذا كان عنده مشكله في صدره، مشكله في قلبه، وعنده الم جامد جدا في معدته، مش مستاهل بقى انت تشك فيه مره واثنين وثلاثه وتروح تجيب صحابك وده. مفيش يا جماعه الكلام ده. اقسم بالله انا بشوف ناس بتشك المريض بالخمس شكات، وده ما يرضيش ربنا. انا مش انا بتكلم عن التمريض بس، انا بقول لك لو ممرضه جت شكت ابني مره واثنين وثلاثه واربعه، لا، هيبقى في كلام تاني. انت دورتي او انت دورت على وريد ما لقيتش، ما شكش. معلش انا اسف، انا مش قادر اجيب وريد والله، كل احترام وادب. انا ساعات بروح بابني مثلا مكان او اسحب له تحليل او حاجه، انا ما بقولش ان انا ممرض ولا حاجه، وان انا متعلم، وان انا ممكن اسحب لابني بقى، لا. انا رايح مكان احترم الناس اللي شغاله في المكان، احترم الاسيستنت او الدكتوره صاحبه المكان. اتفضلي اسحبي العينه. شكيتيه مره، تمام. شكيتيه التانية ولسه بتحاولي بقى وبتلعبي بالسن كده او كده، لا 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 لا. انا شخصيا هقول لك لا، انا اسف، سيبي ابني وانا هسحب له التحليل بنفسي، او انا هديله الحقنه بنفسي. تمام. والله يا جماعه، انا اذا كان المريض ده ملوش احترام عندي، ملهوش تقدير عندي، ملهوش اي اخلاقيات عندي، انا ما ينفعش اكون انسان، ما ينفعش اكون ممرض. لازم المريض ده يبقى فوق راسي من فوق، احترام وادب واخلاق. لازم المريض ده اقدر هو داخل لي بايه، داخل ضغطه عالي، داخل ضغطه واطي، داخل متعصب مش طايق حد. الاسلوب يا جماعه، الابتسامه اللي بتضحكها في وش المريض ديت، والله العظيم بتفرق مع المريض ده جامد جدا جدا جدا. فانت مش هتخسر حاجه. ما تفضلش تزعق وتشخط فيه كأن المريض ده شغال عندك، او كأن انت مهما كنت مضغوط. بص، مهما كان او انت موظف حكومي، صدقني والله
في الاخر وفي الاول لو قعدت في العادات العرفيه والحاجات دي يقول لك معلش يا عم ده مريض وانت راجل ممرض واستحمل ومش، هتطلع انت المدان في الاخر، هتطلع انت الغلطان في الاخر. تمام. بالنسبه انا جاني واحد سنه كبير وعايز اركب قسطره بوليه، انا ما انا اجيب علبه القسطره واجيب شغلي واجيب الجوانتي واجيب الحاجه بتاعتي كلها نظيفه معقمه، تمام، ما اروحش للراجل الكبير ده اللي عنده احتباس بولي افضل اجرب فيه بقى وادخل القسطره واطلعها واعمل واخلي، والراجل انا شايفه قدامي بان وبيصوت بيقول لك الحقني حرام عليك انت بهدلتني. في ناس يا جماعه يعني، انا بص انا نفسي اللي يفهم اللي يسمع كلامي ده ما يقولش انت زي ممرض وزي بتقول كده عن التمريض، لا، لان في فعلا في ناس، انا مش بقلل من قيمه التمريض والله ابدا، بس فعلا في ناس بتبقى يعني كانها واخده الموضوع عافيه او عند. انا جاينا حد عايز اركب قسطره، انا مش عارف اركب قسطره. يا جماعه القسطره دي حاجه مش سهله، القسطره دي الامها وحش جدا جدا جدا، الا اذا كان ما شاء الله ممرض بريفكت طبعا، يعني داخل بالقسطره عارف هو داخل فين، عارف هو هيعمل ايه. تمام. فانا المريض ده ما افضلش بقى ادخل في القسطره واطلع وادخل واطلع لحد ما تجيب بلد والراجل يتبهدل وفي الاخر انا مش هعرف اركبها له. طب ليه من الاول؟ والله انا عايز حد يركب قسطره في الاستقبال في الداخل فوق، والله انا مش هعرف. مش شرط اقول للمريض ان انا مش هعرف، او الناس اللي مع المريض مش هعرف، مش شرط اقول له دكتور انا مش هعرف، طالما انا شايف ان في زمايل ليا في المستشفى وزمايلي دولت هيقدروا يعملوا حاجه. تمام. فبعد الناس ما تمشي والدكتور مثلا يمشي، لو مش عاوز احرج نفسي معاه، مع ان انا شايف ان دي ما فيهاش احراج يعني، انا اروح لحد اي حد من زمايلي، تعالى ركب لي قسطره معلش، واتعلم افهم، اشوف بيعمل ايه، اشوف بعقم الحاجه ازاي، بعقم القسطره ازاي، بيستخدم الجل ازاي، الحاجات دي كلها بتفرق. يعني هي الموضوع مش موضوع ان انا اركب قسطره مثلا، او ان انا إيه، هركب قسطره حاضر اجي مركب قسطره وخلاص على كده، لا، الموضوع مش كده خالص. جاني واحد ياخد حقنه وريد، لازم انا اكون الوريد ده متاكد الوريد ده طويل ولا لا، الوريد ده لو دخلت فيه بالسن هدخل فيه مظبوط ولا لا، الوريد ده معوج من قدام، يعني لو دخلت فيه السن ال 3 سم او ال 5 سم هيكمل معايا ولا مش هيكمل. كل ده باذن الله انا هشرحه لكم بالظبط والله يعني. تمام. بس انا يعني ايه، انا قلت اتكلم كده كلمتين، تمام، مش عاوز يعني اي حد يسأل من كلامي، ولا اي حد اذا كان ممرض او شغال في عياده او كده يشوف الفيديو بتاعي يتضايق مني او يقول لي انت بتقول كده ازاي، والله اطلاقا، انا ما اقصدش اي حاجه طبعا، والمريض قبل اي شيء، والمريض فوق دماغنا، والتمريض زمايلي فوق دماغي من فوق. تمام. يعني انا يعني اسف إن كنت غيبت عليكم، بس اتمنى يعني اي حد يستفاد من الكلام اللي انا بقوله ده، واتمنى ما يكونش حد زعلان من كلامي، واتمنى ان اللي يشوفني يعني يعمل اشتراك بس في القناه ولايك، اشتراك ولايك، انا مش طماع يعني. تمام. ومش هقول لك شير الفيديو بقى علشان غيرك يشوفه ولا حاجه، لا، انا لما اتكلم عن التمريض العملي بجد، ازاي تركب القسطره، ازاي تركب الوريد، ازاي تركب كانولا، ازاي تركب الكانولا طفل عنده سنتين عنده 3 سنين، تجيب وريد ازاي دي، يبقى الحاجات دي شيروها. واتمنى يكون كلامي عجبكم والفيديو عجبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.